وقاعد نعمل اختراعات. انتوا كم نفر؟ 6. 6 انفار. اخترعتوا شنو هسه؟ هسه اخترعنا أجهزة اللي هي بتساعد في عدم الطيارات تسقط من السماء إلى الأرض. عملنا باراشوتات، يعني الباراشوت ده ممكن يحمي الطيارة على أساس إنه تجي نازلة بالتدريج. شغلكم كله طيارات، ما عندكم شيء كله بالواطة؟ بس حرب بس. طيب بس الديم دي كلها ملانة ركشات. أيوه. اعملوا شيء للركشات دي؟ الركشات دي ده يعني أقول لك كلام تاني ولا كلام حلو؟ كلام حلو. انتوا يلا شنو؟ الكلام الحلو. ما دام اختراعات شوفوا لستك رابع للركشة. جدا. اعملوا الاربعة على اساس جدا. أما بتاع هسه الطيارة دي انتوا 6 نعم. ماشيين فيها فلسطين؟ أنا هندورها قدامك إن شاء الله خلال هسه دي؟ اليومين دي. لا شغالين فيها هسه شغالين. طيب تدورات تمشوا فلسطين. إلى إسرائيل. طيب الطيارة اللي بنعرفها نحن دي، الطيارة العادية دي من جناحين ده عبارة عن موتر صممناه وحنخد فيه قدام. الموتر اللي بيطير؟ أهو ده شايفه كده ولا زي حلو. اولاد زي حلو. فرحنا له. اي ده شايفه ده. فرتقناه. اه هو ونو العلبة بتاعنا. دي ده ده جزء من الطيارة. ده جزء من الطيارة. وده شاكوش الطيارة. لا ده شاكوش الطيارة. ولسه في شاشات وحاجات هنعملها. فيها شاشات وكمبيوتر أيوه. طيب يا اخوانا نحن نحيي ناس الديم في اختراعات في الديم. أيوه. طيارة وموتر وشاكوش الطيارة. لا بكلمك هسه. انا واثق من الحتة دي. هسه أنا بخترع في حاجة مهمة جدا. اي اللي هو بنخترع طوطحانية الواحد يركب فيها من هنا ينزل في الخرطوم ما يدفع ولا جنيه. طحانية. يوسف الموصل يعني. ها؟ يوسف الموصل. الطيارة يعني وصلك يعني. انت وصلك يعني يوسف الموصلي. يوسف الموصل هاي. الطحانية اركب فيها هنا التوطيحني ترميني في الخرطوم. انت عامل الكاشف وعامل دخيل الله في منطقة ما بتاعتك صح؟ اي. المفروض كانت تستاذن من الحاكم العام هنا. الكاشف يعني كشفته. ايوه. دخيل الله دخلته. دخلت. شوف اللغة دي. اللغة بتاع الشماجة والديان. لا لا يا اخي ما فيها مشكلة. لا انا هسه بقترح تسطع شنطة. ايوه. الزول يصنف فيها يروح في السعودية. واحدة من البنات اه قالت لي يا عاد الشروم البدي انت قاعد تحبها. اي. قلت لها البدي ما بحبها. قالت لي البدي هزيلة يعني. اه قلت لها ان الجمال في نظري ليس جمال الوجه والجسد اي. بل الجمال جمال الخلق والادب. نعم. هكذا تحيينا يا انت. نعم. فبدواخلك لا كبرياء ولا حسد. نعم. طرقت حجرات قلبي. نعم. لأعرف ما بالداخل. فوجدت في كل حجرة اسمي خالد اسمي خالد. فمأواك قلبي فإليه أسكني فإليه أسكني. فبقلبي جنات عطف وحنان فيها خير ما تشتهي. لا تتعجلي لا تتعجلي. سنلتقي سنلتقي وسأفرش لذلك اليوم زهورا وشجيرات صمدلي. وأضع في جيدك عقدا من اللؤلؤ يقاض ضياه يضيء من الوجه. لا تتعجلي لا تتعجلي سنلتقي. الله أكبر. غير موت. شيخ شعراء السودان من الديم، تولد بالشمالية